حلو، اشتركوا قبل لا اشاهدوا الفيديو، طريقة الفيديو اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى كل شيء يوصلكم جديد مع التوضيح. بشكل رسمي يعني وزارة التربية عنت ان المواد او العفو المواضيع اللي مطلوبة بالصف السادس الادبي والمواضيع المطلوبة للصف السادس العلمي الاحيائي والتطبيقي في مادة اللغة العربية، اي اللي راح يستمر هذا الشيء لحين انتهاء العمل بنظام تنويع التعليم ومعالجة جدول الحصص الدراسية للفرع العلمي، ويكون ذلك للعام الدراسي الحالي فقط، وباعتبار انه ما يعد تكييف للبقية. بذلك انه وزارة التربية سابقا قالت راح نعمل على تقنية مادة اللغة العربية للصف السادس الاعدادي لهاي السنة للكتاب اللي هو جديد، وبالتالي يعني مثل ما تقول نعم اليوم تم التكيف وعنوا عن المواضيع اللي مطلوبة. فنظرا لاستمرار العمل بنظام تنويع التعليم للعام الدراسي الحالي، وزارة التربية تؤكد أن موضوعات القواعد في منهج اللغة العربية للصف السادس الإعدادي المؤلف حديثا وبحسب الآتي. أول شيء الفرع الأدبي المطلوب هو الاستفهام والنفي والتوكيد والتقديم والتأخير والتعجب والمدح والذم والتمني والترجي والعرض والتحضيض والنداء والتحذير والإغراء. أما الفرع العلمي المطلوب هو طبعا الأحياء والتطبيقي الاستفهام والنفي والتوكيد والتقديم والتأخير والمدح والذم والتعجب والنداء. هاي المواضيع اللي راح تنطلب معكم في مادة اللغة العربية المؤلف حديثا لهذا العام فقط بسبب تنوع التعليم. وطبعا هذا الكتاب الرسمي اللي اجى به، اما بقية الاشياء الكتاب فهي ما مطلوبة. وكل التوفيق لكم، يعني هذا التقليص في مادة اللغة العربية الصف السادس الاعدادي اللي اجى اليوم.